تعالى هنوفر في البيت وهنعمل جبنة بطريقة جميلة جدا جدا. شوف الكيلو لو هتشتريه من بره بكام، ب2 3 كيلو لبن هتعملي وهتملي البيت خير. يلا بينا ونشوف المقادير وطريقة التحضير. قبل ما ندخل اي فيديو ونصلي على الرسول نذكر الله وربنا يجعلكم من صالح حسناتنا جميعا. كل عام وانتم بخير. يلا بينا نشوف الجبنة البيضة عملناها ازاي. شايفين بالشكل ده كده انا بحفظها، خليكم معايا للاخر وهتعرفوا الطريقه وهتعرفوا كمان طريقه التخزين وازاي هنخزنها لاكتر من سنه وازاي هنخزنها شهرين 3. وبالطريقتين هتطلع معانا الجبنه جميله جدا جدا. حاجه في البيت بقى انت عاملاها وضامنه نظافتها ومش عارفه كمان ايه اللي بيحطوه على الجبنه في المصانع او بيعملوها بره. كل حاجه زي الفل وزي العسل. اهم حاجه ان احنا بنعمل حاجتنا في البيت بمنتهى السهوله. معايا هنا 4 كيلو لبن هحط عليهم 4 معالق ملح. ممكن تحطي من معلقه لمعلقه ونص ملح على اللتر اللبن او على كيلو اللبن. انا حطيت هنا عشان محبهاش حادقه قوي، فانا حطيت 4 معالق على ال4 كيلو. وهقلب اللبن كده وهرفعه على النار وهسيبه يبقى زي ايه، شفتي يا دوب تتحملي اللبن كده يكون دافي. زي ما بدك كده تحمي البيبي. شوفي البيبي كده وانت اعملي له ميه عشان تحميه بيبقى زي كده بالظبط. يا دوب مدي صباعك فيه كده فخلاص دفي بتطفي عنه. ومعايا هنا المكون بقى الجميل ده اللي هي المنفعه. ما ينفعش يا جماعه الجبنه البيضاء بالخل. لكل لتر من اللبن بحط معلقه. طبعا ده حسب تركيز المنفعه بتاعتك. وهسيبه كده على جنب وهغطيه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا احنا مش قلنا اللي مش اشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. يا جماعه مش نوصل لايك بالله عليكم، عايزه تشجيع كده. خلاص هنا بعد نص ساعه ممكن بعد ربع ساعه كمان رجعت لقيت اللبن خلاص ختم معايا بالشكل ده. ختم يعني خلاص مسك. بجيب السكينة بقى واعمل فيه فتحات بالشكل ده كده يعني علشان الشرشة بتاعته تطلع منه كده بالشكل ده. شايفين بدأت كده خلاص الشرشة. هسيبه كمان حوالي ربع ساعة واغطيه. ربع ساعة بس واغطيه واسيبه برضو على جنب. وبعد كده هحضر معايا مصفى وشاشة كده تكون نظيفة مخصصة للجبنة. بس يا جماعة في يعني ناس تقولك حط مكان المنفعة خل. لا، هي هتقلب معاكي على قريش، مش هتقلب معاكي خالص على جبنة بيضة او على جبنة اسطنبولي. لان ما ينفعش الخل مكان المنفعة في الجبنة البيضة بالذات. معايا هنا شاشة بيضة تكون نظيفة كده ومخصصة للجبنة يا جماعة، مكنتش بستخدمها لحاجة تانية. ومصفى بالشكل ده وصينية تحت منه وانزل كده شايفين يا جماعة شكل اللبن بالشكل ده بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده او بالقوام اللي انتوا شايفينه دوت. هبدأ بقى ان انا انزل كل اللبن. هنزله في الشاشة بالشكل ده كده عشان يتصفى. وكمان طبعا يا جماعة انا هقول تاني عملنا ايه. معايا هنا 4 لتر لبن حطيت عليهم ممكن تحطي على اللتر معلقة وممكن تحطي معلقة ونص. انا حطيت لكل لتر معلقة بس. ممكن تحطي معلقة ونص يعني 4 معالق على 4 لتر. وكمان حطيت 4 معالق منفعة وده حسب تركيز المنفعة. وممكن تسألي الراجل اللي هجيب منه المنفعة تركيزها كام، يعني هتحطي قد ايه. انا حطيت هنا 4 معالق وكانت معايا مظبوطة جدا جدا. هبدأ ان انا احط اللبن بالشكل ده كده في المنفعة. وكمان هلم كده الشاش معايا كده بالشكل ده وهلفه كده واسيبه لما يتصفى. وبعد كل شوية يعني كل حوالي ربع ساعة كده هرجع اقلب فيه بمعلقة كده علشان ما يكونش اللي تحت نشف، اللي فوق سوري نشف واللي تحت لسه طري. فانا هقلب اللبن كله ببعضه كده او الجبنة اللي هي اتجبنت دي هقلبها كلها ببعضها كده وهسيبه لما المية تتصفى خالص بالشكل ده. مش تكبسيه الا المية تتصفى، لانك لو كبستيه بالشكل ده برضو مش هتطلع معاكي، هتبقى معاكي مفرغة. واللي مفرغة دي ما بيتعش. يعني لو انت عايزه تعمليها خزين مش هتعيش معاكي. لازم تكون متصفيه كويس جدا جدا علشان لما تيجي تكبسيها تقوم ما تعملش جوه فراغات وبتروح منك في الماده او السائل بتاع التخزين بتاعها. لا، هي كده بالشكل ده. انا جبت غطا علبه حلاوه وغطا علبه عندي كده، هو ده اللي كان متاح عندي. وهحطه بالشكل ده كده في المصفى وهحاول ان انا ازنق المصفى بالشكل ده. وكمان هجيب يعني اشوف اتقل حاجه عندي في المطبخ. كان عندي برطمان الزيتون وبرطمان كمان كنت مخليه في قرنبيط، فانا حطيتهم بالشكل ده علشان تعمل معايا اسطمبه.
طبعا لازم تطلع معاكي بالشكل ده، وسبتهم لتاني يوم الصبح على الرخامة زي ما هما كده. ده كان تاني يوم الصبح بقى، وطلعتها بالشكل ده، وهنشوف الجبنة مع بعض هيبقى شكلها ايه. زي ما انتوا شايفين كده الموضوع سهل جدا جدا، وكمان يعني حاجة انت عاملاها في البيت. يعني قلت يا جماعة اي حاجة نقدر نعملها في البيت نعملها، لان مفيش حاجة الايام دي مضمونة بره. طبعا مع غلاء الاسعار وكل الحاجات دي، يعني الا من رحم ربي، علشان ما يكونش ظالمة. الا من رحم ربي بيعامل ضميره في الحاجات دي. شايفين بالشكل ده؟ شايفين الجبنه يا جماعه معايا مش مفرغه من جوه، مكبوسه كويس، والكبسه كويس ديت معناها ان الجبنه ممكن تقعد معاكي سنه، وممكن اكتر كمان من سنه لو هي مكبوسه كويس. لكن لو الجبنه معاكي مش مكبوسه كويس فبتلاقيها يعني بتدوب منك في المش بتاعها، ومش بتبقى تمام. شايفين بالشكل ده يا جماعه؟ انا طبعا مش هناكلها دلوقتي، انا هقطعها كده واحطها في علبه بقى عندك، او بطرمان. انا كان عندي بطرمان ازاز كده. هبدأ ان انا اقطع الجبنة بتاعتي، وهتشوفوا معايا ازاي طريقة التخزين بتاعها. ممكن بالشكل ده تقعد معاكي سنة بطريقة التخزين ديت، وبره التلاجة كمان او جوه التلاجة. دي حاجة ترجع لراحتك انتي بس. عادي، يعني مادام هي انتي عاملة حسابك في الملح بتاعها ومظبطاه. وكمان الشرش اللي هيطلع منها لو انت هتقعديها اكتر من شهرين يبقى اغلي الشرش بتاعها. يعني لو الجبنة انت هتقعديها وتخزنيها اكتر من شهرين، يعني سنة، 5 شهور، 6 شهور، يبقى لازم تغلي الشرش وتسيبيه يبرد، وبعد كده بتحطيه على الجبنة. لكن لو انت هتخزنيها يعني شهر، 2، حاجات بسيطة كده، مش مهم الشرش يغلي، بتحطي عليها عادي وبتبقى معاكي كويسة جدا جدا. طبعا انا قلت كل حاجة في الفيديو، يعني ما خبيتش حاجة خالص. ده كان شوية من الشرش بتاعها اللي طلع. هبدأ ان انا عندي اكياس تلاجة كده فتحتها، وهمسك حتة قطعة الجبنة كده واغلفها بالكيس التلاجة ده. ممكن تحطيها كده، بس الاحسن انك انت تغلفيها بالشكل ده، لان التغليف بالشكل ده بيحافظ على قطعة الجبنة معاكي وبيحميها بالشكل ده يا جماعة. ممكن بقى تقعد على التخزين ده بالسنة. لكن لو انت غالية الشرش تقعد سنة لو انت غليتي الشرش. لكن ما غليتيش الشرش يبقى شهرين بالكتير. انا طبعا مش كنت قاعدة كتير فما غليتش الشرش بصراحة. انا حطيت الشرش زي ما طلع كده، حطيته عليها بالشكل ده. كان عندي زيتون، حطيت زيتونتين 3 كده، وطبعا الزيتون ما كانش لسه اتخلل قوي يعني، انا عاملاه لرمضان. فعملت هنزلكوا طبعا طريقة تغذية، طريقة التخليل الزيتون. طبعا هي المفروض كانت نزلت من زمان، لكن مش كان عندي نت بصراحة عشان انزلها. فهنزلها قريب جدا، او ممكن بقى اسيبها الموسم الجاي بتاع الزيتون، لان موسم الزيتون خلاص عدى. كل سنة وانتم طيبين. اعمليها اليومين دول، احنا في الشتاء، والجبنة بتبقى جميلة جدا جدا في الشتاء، لان ده موسمها. واشوفكم فيديو جديد وفي وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.